السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقدم لكم كيف نقوم بتحضير قراشل بالشوكولا ومزينة بالسمسم ثم الحبة السوداء. فبالنسبة للمقادير نحتاج شوكولا للحشو، وكذلك كوب من السكر مذاب في المياه، والقليل من الملح، وملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية، ثم ملعقتان من الزبدة وبيضة كاملة والفاني، ثم كيس من الخميرة الكيماوية و500 غرام من الدقيق. نأخذ قدر ونضع به جميع المكونات ونبدأ نجمع الخليط بالمياه الدافئة، ثم نضيف الخميرة الكيماوية ونداوم في الخلط حتى نحصل على هذا الشكل. بعدها نتركها لكي تختمر لمدة لا تقل على نصف ساعة، فحينما اختمرت نقوم بالضغط عليها ثم نتركها لكي تختمر مرة أخرى، ونكرر هذه العملية 3 مرات. أما بالنسبة للتزيين فنحتاج الشوكولا والسمسم ثم الحبة السوداء وبيضة كاملة للدهن والسكر السميد للحشو كذلك. بعد أن اختمرت العجينة نأخذ القليل من الزيت وندهن به أيدينا لكي لا يلتصق لنا العجين، ونبدأ في تشكيله على شكل كويرات. يجب على الكويرات أن تكون متساوية لكي يكون الشكل النهائي جيد. كما لاحظتم حينما شكلنا الكويرات، نبدأ الآن في مرحلة الحشو. نقوم بالضغط عليها قليلا، ثم وضع حوالي ملعقة صغيرة من السكر وقطع الشوكولا، نقوم بتفريقها ثم نجمع العجين فنحصل على هذا الشكل. نكرر العملية، نأخذ كويرة ونضغط عليها ونضع السكر السميد ثم قطع الشوكولا ونجمعها كرة ثانية حتى نكمل الكمية الموجودة عندنا من العجين. نقوم بوضعها في المول الخاص بالفرن المدهون بالزيت، وبعد ذلك نقوم بدهنها بالبيض. ندهن سطح كل كرية ثم الجوانب، ثم نزينها بالسمسم يعني الزنجلان. قد عملت خطين من الزنجلان. سأقوم بتزيين الفراغ بالحبة السوداء. كما لاحظتم هذا هو الشكل النهائي، فالطريقة جد سهلة. نتركها لكي تختمر مرة أخرى لمدة لا تقل على ربع ساعة، وبعد ذلك ندخلها إلى الفرن لكي تطهى. وهذا هو الشكل بعد طهيها. وشهية طيبة من عند أختكم رم.